ايه اللي يخلي بنت جميلة حلوة يوم فرحها تجري وتسيب صحابها، ولما يقولوا لها رايحة فين تقول لهم رايحة مشوار بسرعة وجاية؟ يلا بينا ستوري تايم. عبير من القليوبية. عبير بنت جميلة قوي، كل البلد بتحلف بأهلها وبطيبتهم وبالأصل بتاعها، هي والعيلة بتاعتها كلها. عبير من كتر جمالها كان طول الوقت بيجيلها عرسان، طول الوقت اللي يقابل باباها في الجامع يقوله عبير لابني، اللي يقابل مامتها نفس الكلام. بس كان رد باباها عبير لسه صغيرة، ده مش وقته، لسه مش بنفكر في ده. لحد ما جه الوقت اللي بدأت عمتها تكلم باباها وطلبت منه ان هي عايزة عبير لابنها احمد. في الوقت ده باباها ما قدرش يقول لا، اولا لان هو كان بيحب ابن اخته، وعشان كان دايما بيحسوا ان عبير ميالة شوية لابن عمتها. فطبعا زي شعور اي اب وام، هما برضو طالما الاحساس ان هما حاسين ان بنتهم بتحب الشخص ده، وطالما ان هو حد كويس، ليه لا؟ اولا كان بيشتغل شغل كويس، عنده بيت، عنده يعني حاجات كتيرة، يعني بيته في نفس العمارة بتاعت مامته، فهتبقى اوريدي عايشة بالنسبة لتفكيرهم، عايشة في بيت مع عمتها، وهي ست كويسة وكانت العلاقة ما بينهم كويسة جدا، وهو بيشتغل وحد سمعته كويسة، ليه لأ؟ هيطمنوا على بنتهم اكتر من كده ايه؟ غير لما تروح لحد غريب، طالما تفكيرهم هم في الكرة دايما بيبقى طالما القريب اولى من الغريب. المهم، جه في وقت بقى احمد راح يصارح اهله بان هو بيحب واحدة تانية، وقال لهم ان هو بيحب واحدة تانية وبيتكلموا بقالهم فترة وان هو وعدها بالجواز. وقتها مامته وباباه رفضوا، قالوا له احنا اصلا خطبنا لك بنت خالك. هو طبعا بالنسبة له ده كان كلام مرفوض، وزعق وانهار وقال لهم لا ده مش هيحصل، انا وعدت اللي انا بحبها، انا مش هاخد غير اللي انا بحبها. هم طبعا ده كان بالنسبة لهم كلام مرفوض ورفضوه تماما، وقالوا له لو انت مشيت في السكة اللي انت فيها ورحت للبنوتة اللي انت عايزها، احنا مش هنقف جنبك وملناش دعوة بيك، واحنا في حالنا وانت في حالك. طبعا هو زي اي شاب حس برضه ما يقدرش يتخلى عن اهله، خصوصا ان هما مساعدينه في حاجات كتير. وقتها قال لهم طب خلاص انا هسيبها. وفعلا بلغ حبيبته وقال لها احنا لازم نسيب بعض، وخلاص كل شيء اسمه ونصيب. عبير وقتها فرحت قوي قوي وكانت طايرة من الفرح، وبدأوا يجهزوا لكل حاجة للجواز. الحاجات اللي بيبقى متعارف عليها ان هما عملوا الاول كتب الكتاب، وكتب الكتاب كان حلو قوي وعدى على خير، وعبير كانت فرحانة وكانت عروسة جميلة قوي. وفي عز فرحتها دي ما كانتش مصدقة ان خلاص اللي هي كانت بتتمناه بدأ يحصل. وهو كان احمد فرحان وبيكلمها كويس وكل حاجة كويسة. جه وقتها عبير يوم كتب الكتاب بعد ما عدى، بس احنا بيبقى فيه دايما، في اعتقد في كل البلاد، دايما قبل الفرح بيبقى فيه الحنة. احنا الحنة هنا مثلا بتبقى يوم واحد، فبيتجمع فيها اصحاب العروسة وبيبقى بيرقصوا بيطلعوا الطاقة بتاعتهم وفرحانين وبيحتفلوا بقى بالعروسة والكلام ده كله. فوقتها بعد في وقت بقى الحنة اللي هي العروسة مع اصحابها مع كل ده، في وقتها وهما بقى قاعدين بيحتفلوا، جه تليفون لعبير. عبير قالت لهم معلش يا جماعة أنا في بس تليفون جالي رايحة أجيب حاجة ضروري وراجعة لكم على طول. طب مين يا عبير اللي بيكلمك؟ قالت لهم لا لا تليفون وهرجع فيه على طول. قالوا لها طب تمام خلاص أوكي. نزلت عبير، اتأخرت، يدوروا عليها ما بترجعش، يتصلوا بيها تليفونها مقفول، بدأوا يراجعوا كل الناس يدوروا، مفيش عبير، مش موجودة تماما، مش لاقيين عبير بالمرة. ده عروسة، ده الفرح بكرة، ده ازاي؟ عبير مبسوطة، عبير ما هربتش، عبير بتحبه، عبير مش ده طبعها ومش هتعمل كده في أهلها. وفعلا هي كانت وسطهم وجالها تليفون وردت وسط أصحابها، يعني مش حاجة غريبة، يعني ما نزلتش بإرادتها من غير أي موقف حصل. المهم قعدوا يدوروا ويلفوا ويحاولوا، يمكن التليفون اتفتح، يمكن حد يتصل يقول شافها، يمكن.
مرة واحدة سمعوا ورا البيت زعيق وصويت، راحوا بسرعة يجروا، لقوا عبير مضروبة طعنات، وعبير مش موجودة ومش حاسة بيهم. أخدها أحمد على طول وجرى بيها على المستشفى وانهار، وكان يعني فرحته اتكسرت، فرحه تاني يوم راح بيها المستشفى. قالوا لهم البقاء لله، دي مطعونة كذا طعنة. كل اتفاجئ، الكل زعل، الكل حزن عليها قوي، كله كان مستغرب ليه حصل كده او مين اللي هيعمل كده. طبعا البوليس لازم يتدخل، والبوليس بدأ يسأل يا جماعة عبير ليها عداوات بحد؟ قالوا له دي بنت لسه صغيرة، مش حد كبير، وملهاش الكرة بتبقى مقفولة، فايه اللي هيحصل ما بينها وبين حد ان يوصل يعمل كده؟ باباها ليه عداوات؟ برضو باباها سمعته كويسة، ما عندهوش اي عداوة ولا اي مشاكل بينه وبين اي حد. طب ايه اللي يوصل لكده؟ ايه اللي يخلي البنت دي تبقى هي كبش فدا لحاجة حصلت؟ قعدوا قالوا طب نبدأ نشوف ايه يعني يسألوا اللي كانوا موجودين. اللي موجودين كله اثبت ان هي جالها تليفون وجرت على طول، مرضتش تقول. عملوا استدلال على اخر رقم اتصل بيها وكده، لقوا مين اخر رقم؟ احمد جوزها. كلموه، يا احمد انت كنت اخر مكالمة، ايه اللي حصل او قلتوا ايه او لما قابلتك وقتها؟ كل ده هما بيفكروا ان هي اوريدي نزلت قابلته، او كانت بتاخد منه حاجة، بتديله حاجة ورجعت والموقف بقى حصل، يعني كل ده النية سليمة. فوقتها انكر احمد، قال لهم لا، انا ما كلمتهاش اصلا، انا ما حصلش ما بيني وبينها حاجة، انا ما اتصلتش بيها، ما كانش في مكالمات ما بيننا. البوليس طبعا لا، انت كده بتكذب، دي مش الحقيقة، يبقى انت كده في حاجة غلط. جابوا احمد وضغطوا عليه لحد لما اعترف. ما هو ده فيه حاجة قوية بتبين ان كانت اخر مكالمة ما بينكم انتوا الاتنين، فما ينفعش ترجع تقول لا احنا ما كناش بنتكلم، ده مش انا. ازاي؟ انت مش اقوى من ان هم يجيبوا اخر رقم اتصل بيها، ومعنى ان انت بتنكر يبقى في حاجة غلط. الضغط عليه اعترف، قال ان هو فعلا كلمها، وقال لها ان هو محضر لها مفاجأة، مفاجأة حلوة قوي، وقال لها كمان ان هي تجيله ورا البيت بس ما تقولش لحد عشان ما تحرقش المفاجأة. وهي عشان بتحبه ومصدقاه وكويسة راحت له. هو قال لها عايزة تشوفي المفاجأة؟ بدأ يطعنها وموتها، واخد الذهب اللي معاها والتليفون. ليه بقى؟ عشان يبين ان الموضوع غرضه سرقة، هو اكيد مش عايز ولا الذهب ولا الموبايل، هو الهدف الاساسي عنده هو اللي هو مش عايز الجوازة تتم. في نفس الوقت طبعا كله اتصدم، كله استغرب ازاي حاجة زي دي تحصل، ازاي؟ بعد كده هو بعد ما كل ده حصل جه البوليس طبعا، قبضوا عليه، اتحاكم. اتحاكم في الأحداث دي كانت في 2021 أكتوبر الفرح، هو الحكم صدر عليه في مارس 2022، ما أخدش يعتبر وقت طويل، إنه اوريدي ما فيش حاجة تعطل الحكم. فطبعا كل ده عشان هو قال لهم لا انا كنت عايز اتجوز اللي انا بحبها، ما كنتش عايزها هي، فقلت قبل ما اي حاجة تحصل اخلص منها والموضوع كده يبقى انتهى، وانا يبقى برضه ما حصلش حاجة، واخد اللي انا بحبها واعيش معاها. غريب قوي، غريب قوي احمد ده، يعني انت حسبتها غلط جدا، ضيعت مستقبل واحدة وضيعت حياة واحدة ملهاش اي ذنب في الانانية بتاعتك. هل بقى القضية خلصت على كده؟ لا، القضية ما خلصتش على كده. أحمد ده كان ليه أخ اسمه صالح. صالح ده كان عنده 26 سنة ومتجوز وعنده ولدين، أيا كان ولدين يعني، عنده طفلين، بنت ولد، ولد بنت، ما فيش حاجة ذكرت أنواعهم إيه بالظبط. فأوريدي ده كان حد كويس قوي صالح أخوه. صالح حب يوفق ما بين العيلتين، حب خلاص يروح للعيلة بتاعة خاله ويقول لهم ان هو عارف ان اخوه غلطان وراضي بالحكم الاعدام، بس احنا لازم احنا كعيلة نرجع العلاقات تاني، ما ينفعش نخسر بعض كده. عمل محاولات كتيرة، كانت نيته كويسة قوي قوي،
بجد يعني ده يعتبر اتظلم في وسط برضو الموضوع ده كله. كانت نيته كويسة بس ما كانش فيه اي فايدة. ما كانوش برضو راضيين يوافقوا على صلح ولا يوافقوا على اي حاجة، ما وافقوش باي حاجة اي حاجة. العيلتين يعني، بس هو كانت نيته كويسة وعايز يرجع العلاقات. مفيش اي موافقة. كان اخو بقى عبير كان اسمه عبد المعطي. عبد المعطي ده فكان فاكر ان هو بيعمل كده، ان صالح بيعمل كده عشان يتنازلوا عن الحكم، او يرفضوا القضية، او يعني يطلعوا اخوه. بس هو بالعكس ما كانش نيته كده خالص. فكان لا، عايز بقى ينتقم من مين؟ ينتقم من صالح. انت مش هتبوظ الدنيا وتصلح العلاقات واحنا نتنازل وحق اخته يروح. فكان رافض خالص الموضوع ده. فجاء في مرة الصبح وصالح رايح الشغل بتاعه، فعبد المعطي جاي كده قدامه وماشي. فهو ماشي فصالح فاكر ان هو جاي مثلا شمتان في ان اخوه اخد اعدام، هيضايقه، جاي يعمل اي حاجة. اكتشف ان هو فراح طعنه وقتله، وقتل صالح. عبد المعطي اخو عبير فراح قتل صالح انتقاما لاخته، وان هو ما كانش قادر يسامح اي حد في اللي حصل ده لاخته يوم فرحها. احنا بقى الجريمة خلصت، بس الجريمة خلصت كل الافراد كلهم اتضروا. اول حاجة صالح ده عياله اتيتموا بدون اي ذنب. عبير ماتت بدون برضه هي واحدة ولا كان ليها أي ذنب في أي حاجة من اللي حصلت. عبد المعطي أخوها كان برضه شاب قدامه لسه حياة وقدامه يتجوز ويبقى عنده بيت ومستقبل، ومستقبله ضاع في ثانية. وانت يا أحمد بسبب أنانيتك. اه، بس أحمد برضه ضحية، يعني احنا ما بندافعش، هو غلطان. ان هو كان ممكن يعمل اي حاجة. انت حد بتشتغل ومسؤول، كنت ممكن تقول لأهلك لو عايز تعترض ان انت مجبر على حاجة زي كده، او كنت تكلم عبير وتقول لها وتفهمها، وهي كانت وقتها هتساعدك. واحدة زي دي اكيد كانت هتساعدك، انت حتى ما صرحتهاش. يعني كنت اعمل اللي عليك وبعد كده يعني تشوف ايه اللي هيحصل. مستقبلك برضو ضاع وكل حاجة ضاعت. بس ده سببه ايه؟ احنا ناخد من ده يعني العبرة بقى من القصة دي ايه؟ كلها دي مش قصة، يعني دي جريمة فعلا حصلت حقيقية. العبرة من ده كله الإجبار، إن محدش يجبر حد على حاجة. الأهل لو ما كانوش أجبروه، قالوا له لا هتاخد بنت عمتك غصب عنك، ما كانش ده كله حصل. ما كانش أفراد أربعة راحوا: عبير وأحمد وعبد المعطي وصالح، أربعة حياتهم ضاعت، أربعة حياتهم اتدمرت. كل ده ليه؟ بسبب أم عايزة تاخد بنت أخوها لابنها. وبرضه التفكير كان كله غلط، وهي مع إن عارفة إن ابنها مش بيحبها وابنها صريحها. انت ما عطيتيش حتى فرصة لابنك لحرية الاختيار. كنت هتبقي عارفة ان هو هيعيش تعيس وموافقة، بس بتراضي نفسك وبتراضي نفسيتك وضميرك وان انت تراضي اخوكي. طب ما ده غلط. أربعة راحوا بسبب عند وإجبار وتفكير غلط، وبسبب ظلم وتفكير يعني لازم يتغير. يعني الأحداث دي من 2022 حصلت، ما بين 2021 و2022، يعني مش من بعيد، مش من أيام نقول زمان جهل وما كانش فيه حاجة معروفة. لأ، في تطور وفي الدنيا اتغيرت تماما. بس التفكير ده غلط في أي مكان وأي وقت. محدش يجبر حد على حاجة، عشان كل الحاجات الوحشة اللي بتحصل بسبب تفكير ناس تانية بتفكر لناس تانية. يا رب تبقى الستوري النهاردة دي عجبتكم، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ويا ريت نعمل سبسكرايب ولايك ونسيب كومنت حلو. احلى كومنت بشوفه مريم. مريم بجد، في مريم الغامدي، يا رب اكون بقول اسمها صح، بحبها قوي. ان هي بجد بتسيب لي كومنتات حلوة وبجد بجد بتدعمني قوي. وطبعا في ناس كتيرة جدا، بس مريم اكتر حد بحس ان هي متابعة الفيديوز بتاعتي، مبسوطة قوي قوي ان هي بجد عندي في الشانل. وكلكم بجد يعني ميرسي ليكم. بس يا ريت نعمل لايك
وسبسكرايب ونسيب كومنت حلو. باي باي.